انا عمري ما شفت غباء كده في حياتي. عشان لك ان تتخيل ان نوتنجهام فورست كان معاه مدرب ياخد جايزه افضل مدرب في الشهر زي السلام عليكم. ومن مين؟ بيب جوارديولا وميكل ارتيتا وانزو ماريسكا اللي خد كاس العالم للانديه مع تشيلسي. كان كل دول بيركنوا على جنب والراجل ده ياخد جايزه افضل مدرب في الشهر. بعد ما الراجل اتولى التدريب والفريق بينافس على هبوط في الدوري الانجليزي، وخلى فريق كان بيهبط يبقى المركز الثالث في الدوري الانجليزي فوق مانشستر سيتي وارسنال واستون فيلا، والقائمه تطول. الحاجات اللي المفروض انها انجاز ونبوس ايدينا وش وظهر، بس تقول ايه؟ البني ادم طماع. في يوم نصحى على خبر ان ابو كيرش ده قال المدرب نونو سانتوس، والسبب انه ده خلتنا بدل ما نهبط نلعب كونفرنس ليج. طب يا حاج ما بطوله اوروبيه. يا باشا احنا كنا الثالث على الدوري، انت كده مدرب فاشل. خلتنا نختم السابع على الدوري، ده ينفع؟ طب هتجيب مين يا نبغه؟ هنجيب بوستو كوجلو. طب ممكن اعرف السبب؟ الراجل كسب يوروبا ليج، سبب كافي. لا يا شيخ، انت ما تعرفش ان هو كمان تمت اقالته بعد ما كسب اليوروبا ليج؟ يعني معنى كده ان هو زيرو كوره؟ لا هتشوف مجايبنا، هتشوف احنا جايبين ايه. لا ما انا شفت. عشان رسميا نوتنجهام فورست بعد تاني مباراه بقياده بوستو كوجلو بيودعوا اول بطوله واللي هي الكاراباو كاب على ايد سوانزي